وكل لاعب بده يمشي على مزاجه ولا كأنه الإدارة موجودة. البرسا والريال في كلاسيكو مثير للجدل، مباراة تحمل معها الكثير والكثير. تعال اشرح لك ليش شايف انه هي المباراة هي اهم واقوى وامتع كلاسيكو اخر السنوات. تعرف انه برشلونة اليوم يبحث عن عدة اهداف من مباراة انت كمشجع ممكن ما تزعل ولا تنزعج اذا تعثرت فيها. عندك علم ايها المشجع البرشلوني انه فريقك بفكر ينتصر بكل مبارياته القادمة في الدوري حتى يوصل للنقطة 100، وهذا الرقم ما حصل غير مرة واحدة بتاريخ النادي. واليوم انت امام فرصة لتكرار الرقم مجددا. تعرف انه برشلونة اليوم بحاجة لانتصار واحد فقط يعادل انتصارات ريال مدريد في الكلاسيكو عبر التاريخ، وخذ هي كمان عم يقترب اكثر من عدد اهداف ريال مدريد في الكلاسيكو. عندك علم ان جميع مباريات برشلونة في الدوري على ارضه هذا الموسم انتهت بانتصار، جميعها انتهت بتحقيق النقاط الثلاث، لم يهزم ولم يتعادل ولم يضيع اي نقطة من ايديهم، وهذا دليل على قوة وعظمة الكتالان في الكامب نو. واخيرا خوان غارسيا الحارس المرمى الجديد لبرشلونة الذي ينافس على جائزة زامورا لافضل حارس في الليغا، وعلى حساب من؟ على حساب تيبو كورتوا اللي عاد من الإصابة وسيشارك محاولا انتزاع الأفضلية من غارسيا. لذلك خوان غارسيا ورفاقه أمام مهمة لحرمان ريال مدريد من التهديف والتسجيل. أما بالنسبة للناس اللي عم تفكر أو تبني نتائج من الخيال بسبب ما يحدث من اضطرابات داخل الفريق الأبيض ومستواه آخر فترة وتعثراته المستمرة إن كان بالأداء أو بالنتيجة، فبحب أقول لك أنه ريال مدريد مع أربيلوا عذب الكبار وقدم أمامهم أداء أنا عن نفسي ما شاهدته مع تشابي ألونسو. بس بجهة أخرى الفريق أمام الفرق المتوسطة ما بيعرف يلعب ولا بيعرف يتصرف وبيتعثر. ريال مدريد بيعيش فترة يمكن هي الأسوأ بتاريخه، خلافات بين اللاعبين وانقسامات بالآراء وكل لاعب بده يمشي على مزاجه ولا كأنه الإدارة موجودة. شجار فالفيردي وتشواميني أو عدم تفاهم فينيسيوس ومبابي في وقت واحد داخل الملعب، أو غيرة بلينغهام من المعاملة الخاصة لمنحة لمبابي، أو خلاف لاعبين مثل كاريراس وسيبايوس مع أربيلو حاليا، أو فالفيردي وفينيسيوس مع تشابي ألونسو سابقا. الريال اليوم في وضع لا يحسد عليه وهالشيء حقيقي، ولكن كل شيء يحدث يبقى خارج الملعب. أما داخل الملعب وعندما يتعلق الأمر بالكلاسيكو وبالغريم لمحاولة منعه من دخول التاريخ كي لا تصبح المرة الأولى التي يحقق فيها لقب الدوري على حسابه، ولمحاولة الانتقام من خسارة وضياع لقب السوبر الإسباني عليه في النهائي الأخير. وهي قصة المباراة اللي كثير مشجعين للفريقين تستخف فيها، وأنا متأكد أننا موعودون مع قمة لن تكون أقل من غيرها، وكل فريق سيبذل أقصى طاقته محاولا الدفاع عن ألوان الفريق اللي بيلعب فيه. ومع كل ذلك أنا أتوقع البرسا يعملها، ينتصر أو يتعادل، بس أهم شيء أنه راح يحتفل باللقب على حساب ريال مدريد، وهذا